السلام عليكم، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. معاكم مصيف للاكل البيتي. ما تنسونيش في لايكات كتير كتير كتير، عايزه 1000 لايك كده كويسين عشان كل الناس تشوف الفيديو وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. تمام. وما تنسونيش في اشتراك في قناتي ومصيف للاكل البيتي، وعايزه كومنتات حلوه كده جميله. ولما تجربوا الكفته دي وتجربوا الاكل اللي انا عاملاه النهارده او الغدا اللي انا عاملاه النهارده، ان شاء الله يعجبكم وينول رضاكم. تمام. شكرا جدا على الكومنتات الجميله اللي بتجيلي، وميرسي جدا 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 عن كل الناس اللي عندها ذوق واحترام وكل حاجه جميله وبتكتب لي كومنتات جميله زيكم. تمام. النهارده ونبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده عملنا كفته بصلصه اهي زي ما انتم شايفينها، كفته بصلصه. تمام. وعملت رز وعملت بتنجان مخلل. تمام. ده كان غدا النهارده، كفته بصلصه وبتنجان مخلل مقطقط جميله اهو زي ما انتم شايفينه، ورز. تمام يا حبايبي. الكفته بالصلصه دي انا عملتها ازاي؟ انا جبت نص كيلو لحمه جملي طبعا، على ربع كيلو رز، على الخضره بتاعتها اللي هي كزبره وشبت. تمام. وحطيت كام وحده مكرونه، اي نوع مكرونه. المكرونه عباره عن نشا، بتتضرب طبعا مع الكفته وبتنفشها، بتخليها هشه من جوه وطريه، ما بتخليهاش مكتومه خالص. تمام يا حبايبي. هي المكرونه وظيفتها كده، ان انا بحطها وهي بتتضرب مع الكفته. تمام. انا حطيت التوابل بتاعتي، اي توابل انتوا حابينها، وحطيت واحده ماجي، وحطيت بصلايه وفصين توم والخضره اللي هي الكزبره والشبت، وحطيت ربع كيلو رز، وحطيت نص كيلو لحمه. طبعا كل ده على اللحمه، يعني الخضار اللي انا حطيته ده كله، التوم والبصل والمكرونه والخضره على اللحمه وهي بتتضرب. تمام. المهم فرمتها عند الجزار، اللحمه جملي. تمام. المهم فرمتها عند الجزار، رحت جبتها عملتها كده صوابع بالمنظر ده، ورحت قلياها ورحت حطها في الصلصه، وقطعت عليها بطاطس، لان انا عندي جزء بيحب الكفته كده وجزء بيحب البطاطس فيها. تمام يا حبايبي. وبقت بالمنظر ده، بسم الله ما شاء الله شكلها جميل. وبصوا طريه طريه ولا فيها اي شيء يعني، ولا ناشفه ولا حاجه. بصوا عامله ازاي اهي، مش جامده مش حجر. بصوا ناشفه، بصوا مش حجر خالص. بصوا اهي، بصوا اهي المنظر ده، جميله. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. تمام. وطبعا الرز مش محتاج شرح. وادي البتنجان المخلل ده انا عملته ازاي؟ انا جبت في الخلاط، انا ما بحشوهوش لان عندي ولادي بيطلعوا الحشو منه بيرموه. تمام. انا جبت في الخلاط طماطميتين. تمام. على فصين توم، على قرنين فلفل، على ليمون، على خل، على فلفل اسود، على شويه شطه، على كمون. كل ده في الخلاط، وضربتهم كلهم، ضربت كل الخليط ده ببعضه، وقليت البتنجان، فتحته من النص وقليته. تمام. ورحت قاليه الفلفل، ورحت حشوهم بالخليط ده. الخليط مش بيكون باين من جوه، بصوا عامل ازاي، بصوا بيبقى كده، بيبقى سايل اهو. الخليط ما بيكونش باين من جوه عشان ولادي ما يقعدوش ينقوه، بيبقى سايل من جوه. تمام يا حبايبي. وده كان غدايا النهارده. عايزه تعليقاتكم الجميله وتقولوا لي رايكم، واتمنى اي حد يجرب الغدا بتاعنا النهارده يقول لنا عليه ايه رايه. ودي فكره جديده او مش جديده، او كل يوم بقول لكم فكره شكل، او يوم بعد يوم، او على حسب ما بنزل الفيديو تقولوا لي رايكم فيه ايه. تمام. والاوردر ده والغدا ده لو هنطلعه اوردر مفيش اي مشكله، المندوب بيوصل لكم لحد باب البيت داخل القاهره. تمام يا حبايبي. رقمي هسيبه في الوصف عشان اللي حابب يحجز الاوردر معانا. تمام. اهو رز شعريه والكفته والبتنجان المخلل. تمام كده حبايبي. السلام عليكم.